انا مش ندمان عليه، ولكن انا هنا بحاول اني اعيد تقييم التجارب، لانه انا مقتنع انه دور التجارب كده، انه حتى لو هي مشيت وانت ما وفقتش فيها، الضروري انه انت تكون بتحاول ان انت تستنتج والله انا استفدت ايه وما استفدتش ايه من التجربة دي، بحيث انه بعد كده انت الحاجة اللي تتكرر او تتشابه معاك تقدر تستفيد منها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير او يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية اسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل. دردشتنا النهاردة أو كلامنا النهاردة عن موضوع أو عن معاناة أنا أبقى راجل كذاب ومدلس لو قلت إني مش بعاني منها لحد النهاردة، أو بمعنى أدق أبقى مش تمام لو قلت إنها مش بتعدي عليا أو مش بمر بيها حتى لو بتجاوزها، ولكنها من وقت للتاني بتجيلي مع نهاية كل محطة. بتبقى فاكر إن أنت خلاص جبت آخر الخبرة، ولكن مع بداية محطة جديدة أو خطوة جديدة في حياتك أو طموح جديد بتبدأ إنك ترجع تحس نفس المشاعر مرة تانية. موضوع النهاردة عن لما الحاجة تجيلك قبل أوانها. إحنا كلنا في حاجات، مش بحب استخدم لفظ بنحلم بيها، ولكن في حاجات احنا بنبقى عاوزينها، وفي حاجات بنبقى فاكرين اننا عاوزينها. في نظرية كده انا عملتها، او يعني حاجة انتبهت ليها وبدأت ان انا احاول اعمل لها فريمنج، ودي نظرية انا بحب اسميها نظرية التايم لاين او نظرية الخط الزمني. وهي نظرية بتفترض انه في خط زمني معين، الخط الزمني ده فيه محطات بنعدي عليها، لازم بعد كل سن معين تبقى انت في حاجات عملتها، ولو انت ما عملتش الحاجات دي اثناء السن ده او قبل ما تكون وصلت للسن ده، فانت بتبقى بني ادم مش كويس، وبيبقى قطر الحاجة دي فاتك. وده ينطبق على الحاجات اللي في الحياة عادي جدا. تلاقي مثلا شاب او شابة زي الفل، وايا ما كان عندهم كام سنة، فتلاقي الاب او الام بيبدأوا يقولوا ليهم طيب وانت او انتي مش هتتجوزوا، مش هفرح بعيالكم. النظرية دي بتخليك طول الوقت انت بتحاول توصل يعني عارف اللي هو سباقات الماراثون دي، بتبقى عايز توصل للمحطة الفلانية عشان تستلم الشعلة التانية وتكمل جري. هي طريقة تفكير غريبة ومش مبنية على اي نوع من انواع المنطق. يعني ممكن تلاقي الاب او الام نفسهم وهم في المرحلة السنية دي ما كانوش عملوا الحاجات دي، ولكن متصورين ان انت ضروري تبقى عملتها وانت عندك السن الفلاني. وهي كلها انتوا برضو هتنتبهوا ليها لما يعني تاخدوا بالكم من الكلمة اللي تقريبا ما فيش حد فينا ما سمعهاش، وهي انا لما كنت قدك كنت بعمل كذا، لما كنت قدك كنت جايبك انت واخوك، لما كنت قدك كنت بعمل الحاجة الفلانية. ده الجزء اللي هو خاص بالحياة. نفس الجزء ده بقى بيمتد شوية لحتة الحياة العملية. الحياة العملية عامة لأي حد بيشتغل مهندس دكتور، فهو بالنسبة له حالة المقارنة بتبقى من خلال صحابه اللي على فيسبوك. يعني هو في النهاية بيلاقي مثلا صاحبه ده اشتغل في الشركة الفلانية، ده بقى صاحبي أدي عنده 27 سنة واشتغل دلوقتي في مايكروسوفت. فلان وهو عنده حاجة و30 سنة اشتغل في فيسبوك. مش عارفة مين اشتغل في جوجل لما تم 40 سنة، وكأنها رتب كده انت بتاخدها. ده في المجالات العامة. ولكن اللي بيبقى الموضوع بالنسبة لهم ممكن أزيد شوية الناس اللي بتشتغل في كرياتيف اندستريز، لأنه حتة المايلستونز أو حتة المحطات اللي بتبقى موجودة على جانبي الطريق ديت بتبقى بالنسبة لهم متسجلة أو بتظهر في التلفزيون. يعني مثلا تلاقي مخرج، حد يقولك المخرج ده وليكن يعني مروان حامد عمل أول فيلم طويل ليه وهو ما كملش 30 سنة،
عمرو سلامة عمل اول فيلم طويل ليه وهو عنده 26 او 27 سنة، فانا ليه ما عملتش فيلمي الاول لحد دلوقتي؟ بتبدأ ان انت تحط المقارنة دي اللي هي بتبقى دوكيومنتد بقى او موثقة. تجد انه الناس العادية او اللي مش فاهمة بتبقى بتقولك طب انت ليه ما بتعملش زي فلان؟ ليه انت عندك 30 سنة وما بتشتغلش في قناة كبيرة او في شركة كبيرة او ايا ما كان؟ فباختصار انت بتتحول لشخص بيمشي في طريق مدى نجاح وفعالية خطواتك بتبقى عن طريق ان انت تبقى حققت اكبر قدر معين من الانجازات بالمقارنة بالناس اللي بتظهر في التلفزيون او بتظهر في برامج على الانترنت بتطلع تحكي الحدوتة بتاعتها. وهقولك على حاجة برضو عشان نكون واضحين، في بعض الاحيان مع بعض النماذج اللي انا ممكن ابقى شفتها بنفسي، احيانا حتى لو مفيش حد هو اللي حاطط عليهم الضغط ده او هو اللي بيمارس عليهم الضغط ده، في فئة من الناس بيبقى هي عندها النوع ده من جلد الذات، او احيانا مش بيبقى جلد ذات، احيانا بيبقى قلة نضج، ما كانش عنده الخبرة الكافية انه احنا مش شرط خالص نوصل لنفس الحاجة في نفس التوقيت. وقلة الخبرة دي بتفكرني بالقصة الشخصية بتاعتي. انا اصلا سبب اني اقرر ادخل كلية الاعلام هو اني كنت بحب جدا، يعني انا وعي بدأ يتفتح مع 2011 مع الثورة. ففي التوقيت ده كان في حضور رهيب للأستاذ محمد حسنين هيكل، وقبل حتى الثورة كان الظهور بتاعه بشكل دوري يعني في برنامج تجربة حياة على قناة الجزيرة. وافتكر ان انا كنت احب جدا اني اقعد مع والدي واقعد مع جدي واقعد اتفرج عليهم، فكنت اسمع قصة الأستاذ هيكل او اسمع القصص بتاعة الأستاذ هيكل وانتقي منها الاجزاء اللي انا كنت افهمها في حدود سني وقتها. الكلام ده احنا بنتكلم وانا داخل على 2011، وبدأ انه نجم الاستاذ ابراهيم عيسى يلمع قوي وقتها، وانت برضو بالتوازي مع يعني لمعان نجمه ده انت كنت في مرحلة المراهقة. فبالنسبة لك اي حد هيقول لك اراء جدلية تخالف او يعني تتنافى مع المينستريم او التيار العام يعني من الاراء، فانت ده بيلفت انتباهك. فكنت بحب جدا اتفرج على الاستاذ هيكل والاستاذ ابراهيم عيسى. كانت من ضمن الحاجات اللي هم كانوا بيكرروها كتير قصة الاستاذ هيكل، اللي عارفه يعني هيبقى عارف الموضوع ده، انه ده اشتغل في جريدة الايجيبشن جازات وهو لم يتخطى 22 سنة، جورنال بالانجلش يعني للي ما يعرفها. والاستاذ ابراهيم عيسى برضو كان بيذكر دايما انه كان بيشتغل في الصحافة من وهو في سنة اولى جامعة. فانا ده بالنسبة لي كان اول مايل ستون او اول حجر يعني اعلم بيه الطريق كده، انه انا لازم قبل المرحلة السنية دي ابقى دخلت او عملت حاجة زيه. وانا ما كنتش فاهم اكتر يعني تفاصيل عن الاعلام، فكنت طب انا هشتغل ايه؟ طب انا هشتغل زيهم صحفي يعني. واللي ادركته بعد كده انه انا مش حابب فيهم الجزء الصحفي، لان انا اصلا وقتها ما كنتش اعرف حاجة عن شغلهم في الصحافة. كنت حابب فيهم الجزء المتحدث، كنت حابب فيهم اللياقة في التعبير عن الافكار ورشاقة الالفاظ المستخدمة والاسلوب والحضور الطاغي. ده اللي انا كنت حابه فيهم في المرحلة السنية دي، وكنت حابب ان انا ابقى زيهم كده يعني. فمش موضوعنا خالص قصتي مع الصحافة يعني، احنا كنا تطرقنا لها بشكل سريع في الحلقات اللي هي كانت مخصصة لزمايلنا اللي لسه داخلين كلية الاعلام. لو حد من حضراتكم حابب ان هو يسمع يقدر يرجع للحلقات دي، ولو حابين ان احنا نستفيض فيها يعني ممكن نبقى نعمل كده. فانا بالنسبة لي كان لازم قبل ما ابقى وصلت المرحلة السنية بتاعتهم دي، لو انا عاوز ابقى زيهم لازم ابقى من سنة اولى بشتغل في جورنال، ومن قبل ما اوصل ل 22 سنة لازم ابقى رحت الايجيبشن جازات. وقتها كانت خلاص يعني بتتهاوى، وقت ما انا كنت موجود كانت بالمناسبة اكتشفت ان هي كانت لسه موجودة، ولكن يعني كان الوضع فيها بائس جدا. فكنت عاوز اروح اما ديلي نيوز ايجيبت او الاهرام ويكلي. وبعدين حققت ده، انه انا فعلا من اول سنة رحت جريدة المصري اليوم، وانا عندي 20 سنة رحت ديلي نيوز ايجيبت.
واكتشفت انه مش ده اللي انا عاوز اعمله. يعني اكتشفت اصلا انه ده انا ولا انا حبه، وانا كنت فاهم غلط، ولا انه انا وقتها ما كانش عندي خبرة كافية ولا تجربة تخليني افهم بالظبط هو انا ايه اللي منجذب ليه في الموضوع ده. فانا في التوقيت ده زي ما قلت لحضراتكم انا ما كانش فيه اي حد سبقني يقدر انه ينور لي الطريق شوية، ولا كان في حد مقتنع بالحاجة اللي انا بعملها فيقدر انه يرشدني بشكل من الاشكال. ده خلاني احس انه التجارب دي، وده انا ادركته بعد ما مر مثلا على التجربة دي 5 سنين، بدأت انتبه انه هل اقدر اقول انه تجربة او تجربتي المصري اليوم وتجربة وديلي نيوز ايجيبت، التجارب دي جات لي قبل اوانها؟ في اللحظة دي بيظهر جوايا صوتين، صوت بيقول لي انه انت كويس ان هي جات لك في التوقيت ده، لانه انت اصلا ما بتحبش الصحافة بمفهومها التقليدي او بشكلها التقليدي، انت فعلا كنت بتحب جانب تاني في الشخصيات دي، فكنت رابط الموضوع بان هم بيشتغلوا صحفيين. نفس فكرة ان انت تبقى بتحب مهندس دمه خفيف بيعمل ستاند اب كوميدي مثلا، فده مش معناه ان انت تدخل هندسة وتشتغل في الستاند اب كوميدي. بجانب انه انت يعني انا شخص عامة في الحياة ما بحبش الفرهدة. يعني لو انت جيت قلت لي تخرج حاجة ولا تكتب بس السيناريو بتاعها، اقول لك لا، انا هكتب السيناريو بتاعها وانقي مخرج انا اثق فيه يطلع لي الرؤية اللي انا عايزها. طبعا مش هيطلعها بالظبط، بس ده بالنسبة لي يبقى افضل من ان انا ابقى انا اللي بخرج الموضوع. وده مش لاي سبب غير ان انا عامة شخص مش بيحب الفرهدة. يعني انا مفيش بالنسبة لي اجمل من ان انا اقعد مع اللابتوب واقعد اشتغل على الفكرة بتاعتي. ونفس الموضوع بقى في الصحافة، ان انا انزل واسأل مصادر واكلم مصادر واروح احضر فعالية واغطيها واتكلم. انا فاكر ان انا في المرحلة دي كنت حتى لما كنت بعمل انترفيو مع حد كنت بعمل معاه الانترفيو اونلاين. يعني ما احيانا كنت ابعت له الاسئله وهو يرد عليا بالاجوبه وخلاص وانتهى الموضوع، ولا اروح لمصدر ولا بتاع. ودي كانت حاجه غلط، انا ما كنتش حابب ده. دي زاويه. بس في زاوية تانية او صوت تاني بيجي في مخي يقول لي انه الحاجة دي انت حتى لو ما كنتش حاببها، لو كنت كملت فيها كانت ممكن تفرق معاك، كانت ممكن تبقى بوابة اكبر شوية لدخولك لمجال العمل الاعلامي بشكل ممكن يكون مناسب ليك اكتر. وممكن يبقى حد شايف انه لا، فهو في النهاية ده نصيب، وكلمة لو دي بتتسبب في انه الشيطان بيبقى له دور كبير في الموضوع. انا مش ببص الموضوع خالص، انا مش ندمان عليه، ولكن انا هنا بحاول اني اعيد تقييم التجارب، لانه انا مقتنع انه دور التجارب كده، انه حتى لو هي مشيت وانت ما وفقتش فيها، الضروري انه انت تكون بتحاول ان انت تستنتج والله انا استفدت ايه وما استفدتش ايه من التجربة دي، بحيث انه بعد كده انت الحاجة اللي تتكرر او تتشابه معاك تقدر تستفيد منها. ولكن انا من الحاجات اللي خلتني احس انه انا التجارب دي جات لي قبل اوانها، انه انا حسيت ان انا بعد كده ان انا ما كنتش مستعد مثلا تقنيا. مهارة الكتابة وقتها انا ما كنتش ممكن بنفس القوة. انت في النهاية بتوري كتاباتك دي لمين؟ يعني انت بتوري كتاباتك دي لقرايبك، لخالك، لعمك. دي جات لي الحاجة قبل اوانها، لانه انا وقتها ما كانش عندي المهارة فعلا تقنية لأداء المهم. اوكي، المهارة الفنية، فنيات أداء المهم انت كنت تفتقر اليها كتير جدا. ويمكن دي دايما نفس الزاوية اللي بحب اني اتناول منها او ابص منها على تجربة محمد صلاح في تشيلسي، مع اختلاف المجالات يعني. بس انا بحب ابص للتجربة دي من الزاوية دي. هو شخص كان شايف انه مهاراته تسمح له من وجهة نظره انه انا اقدر العب في اكبر الدوريات او في اكبر الاندية العالمية، ودي هجت له قبل اوانها. طيب هو اتصرف معاها ازاي؟ هو ما اتصرفش معاها بشكل كويس خالص. يعني هو وقتها ما كانش يملك الحاجات اللي تخليه يستفيد من التجربة دي افضل استفادة. يحضرني دايما لقاء كان على سكاي سبورتس لما اتذكر،
وتقريبا كان ستيفن جيرارد اللي كان بيتكلم في الاستوديو بيقول انه محمد صلاح اللي راح تشيلسي في 2014 مش هو محمد صلاح اللي راح ليفربول. محمد صلاح كان وقتها بيبص للعيبة ازاي، كان منبهر بيهم ازاي، كان جسمه بنيانه كان عامل ازاي، وحتى وقتها قعدوا يجيبوا صور ليه، قالك بص شكل كتفه، بص عضلاته كانت عاملة ازاي، بص وهو اصغر كان عامل ازاي، بجانب العائق اللغوي قد ايه هو ما كانش قادر انه يتعامل معاه. ولو جينا نشوف نموذج تاني غير محمد صلاح وموقف زي ده كان حصل معاه ولنا يعني في رمضان صبحي عبرة، هو شاف انه ماشي خلاص، طيب انا مشيت من الدوري ده، وقتها لما كان بيسأل في الصحافة قال لهم انا والله هرجع مرة تانية لنفس المكان ده ولكن هرجع احسن. طيب ممكن يبقى في حد يقول لي لا انا عارف كويس قوي انه انا مهاراتي الفنية في الجزء ده، سواء بقى الكتابة، سواء انا ابقى مذيع، سواء انا لاعب كورة، سيناريست، مخرج، ايا مكان، انا شايف ان انا مهاراتي الفنية تسمح لي اني اعمل المهمة دي كويس جدا ومستعجل ان الحاجة تجيلي دلوقتي. انت ممكن مهاراتك الفنية والتقنية تبقى كويسة جدا، ولكن على الجهة الاخرى في نقطة مهمة جدا جدا للتعامل مع اي حاجة هتجيلك قبل اوانها، وهي ان انت تسأل سؤال: هل انا مستعد نفسيا للموضوع ده؟ انا هسألك سؤال بسيط جدا. انت دلوقتي لو جيت تعمل مقارنة، وانا ضد المقارنة، انت كشخص عادي، او انا بلاش انت، انا هتكلم عن نفسي، انا كشخص عادي لو جيت وانا عندي مثلا 22 سنة او 23 سنة، خلتني وليكن اقابل يسرى واقعد اتكلم معاها، او اقابل الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحة واقعد اتكلم معاه، التأثير ده النفسي عليا، الحدث ده هياخد من حجم حياتي وطاقتي الانفعالية وتركيزي قد ايه؟ مجرد بس ان انا رايح اتكلم مع الاستاذ عادل او اي مكان، الاجراء نفسه او التجهيز نفسه ان انا هقعد اتكلم مع فلان، ده هياخد حيز ضخم جدا، وهياخد من الجزء اللي انا هبذله في الشغلانة اللي انا هعملها. طيب على الجهة الاخرى، مروان حامد لما يتحط في نفس الموقف وهو في نفس مرحلتي السنية، هل هيحس بنفس المواضيع دي؟ اطلاقا، ولا اصلا هتيجي على باله ولا هتعدي على دماغه كده. ليه؟ لانه ده واحد نشأته نفسها كانت بشكل خلته او سمحت له انه يبقى كل يوم بيشوف يوم استاذ عادل امام، يوم استاذ احمد زكي، اساتذه كتير موجودين في البيت، هو بيشوف سيناريو موجود معاهم، هي تسيب السيناريو من ايدها هو يقلب فيه. كل التفاصيل دي بتكسر الهيبة النفسية، ولو انت مش متاح بالنسبة لك ان انت تبقى في النشأة دي، فانت حتى ممكن تتأمل فكرة اول مرة حد معروف يكلمك في التليفون، او يبقى عندك على واتساب مثلا وبيكلمك، ودلوقتي بعد ما مر عليك سنين كتيرة جدا، كل ده استعداد نفسي. طيب هل الاستعداد النفسي في الجزء ده بس اللي هو التعامل مع المشاهير؟ لا، ده قد يكون الاستعداد النفسي هو في حتة ان انت تبقى انت مستعد نفسيا لتبعات النجاح او اللمعان او الوهج او لكمية النور اللي هتيجي في عينك دي. خلونا ندي مثال. انت وليكن يعني شخص بسيط من حياة بسيطة، من أسرة يعني متواضعة الحال، ممكن تبقى شاطر في اللغة العربية وحابب ان انت تكون مذيع. طيب تعالى نفترض انه انا جبتك مرة واحدة كده، قعدتك على ديسك، بقى عندك برنامج، كاميرات، بدل، احسن اكل واحسن شرب، وراكب عربية و هقولك ليه التأثير ده ممكن يكون فوق تخيلك. مدى صحة القصة دي ما اقدرش اأكدها، ولكنها بتنسب او كانت بتقال يعني على لسان الاستاذ احمد فؤاد نجم رحمة الله عليه. كان دايما يحكي موقف، هو ما كانش بيحب الاستاذ هيكل، فكان دايما يحكي موقف انه احمد فؤاد نجم كان عمل شغب هو والشيخ امام، وكتبوا قصيدة مش عارف مضمونها يعني كلام مش كويس، فأم كلثوم كانت حاضرة الجلسة او بتسمع الكلام اللي بيتقال ده، فبتقول انه
عيال دي لازم يتأدبوا. الاستاذ هيكل قال لها يعني والعهدة على الاستاذ احمد فؤاد نجم، بيقول لها انه هؤلاء جوعى وسنقتلهم بالتخمة، يعني الناس دي جعانة واحنا هنقضي عليهم انه احنا هنأكلهم كتير، كناية عن انه الناس دي مش مستعدة نفسيا لهذا القدر من الوهج وهذا القدر من النجاح الضخم اللي احنا ممكن نقتلهم بيه. ممكن نضحك عليهم ان احنا نديهم حاجات كتيرة وهم عادي جدا مش هيعترضوا عليها ولا يحسوا انه في حاجة مش طبيعية. برضو من القصص اللي بفتكرها كويس قوي كل ما موضوع عدم الجاهزية النفسية اللي انا بتمثل لي قصة اخفاق رهيبة، ولكني بعتز بيها جدا وشايف ان هي فادتني الى حد كبير عشان ابقى اكثر صلابة نفسيا. وبالمناسبة انتوا القصة دي هتلاقوها هنا لو حضراتكم بتسمعوا على يوتيوب، هتلاقوا بقاياها يعني موجودة هنا. طيب ايه القصة دي؟ القصة انه انا في نهاية 2017 كنت بعمل برنامج على القناة دي اسمه برنامج يوميات طالب اعلام. كان مشروع يعني نقدر نقول مشروع اخضر جدا، مشروع نقي جدا، كان طبيعته اقرب لمشاريع المدرسة. كان زمايلي من المدرسة هم اللي اجزاء من المشروع ده، وكنا بنشتغل مع بعض وما كناش عاوزين اي حاجة، وكل الموضوع ان احنا بس كنا حابين نتبسط، نقضي وقت لطيف، نجرب حاجات. يعني انا عندي مواضيع بحب اتكلم فيها وصديقي كان بيحب يصور، طيب ما تيجي نعمل برنامج مع بعض. المهم عملنا حلقة، في التانية، في التالتة، الى ان بدون مقدمات لقيت لك البرنامج ده اللي انا كنت بعمله عملنا حلقة عن أبلة فاهيتا، ولا زالت لحد النهاردة بتتشاف وبيجي عليها يعني ضجة. في التوقيت ده انا فاكر كويس قوي كواليس الموضوع. عارفين انتوا القصة المستهلكة بتاعت انه انا نزلت الحلقة وبعدين دخلت نمت؟ هي كانت قصة شبه كده فعلا. انا كنت بنزل الحلقات ساعتها تقريبا يوم السبت، نزلت الحلقة وبعدين دخلت، يعني قبل ما انام كانت اتشافت 100 مرة، وده بالنسبة لي كان رقم جامد جدا انه ازاي اتشافت بالعدد ده كله. وبعدين نمت ببص لقيتها لسه عند 100 بس جنبها كي 100 كي. فانا بقول يعني انا نايم لسه عند 100، هي ما زادتش اي حاجة خالص. ليه؟ طيب ما انا كنت متحمس، دي حلقة كويسة. المهم بفوق ببص لقيت انه شافت 100k، شافت 100,000 مرة. وبعدين ببص 300 وحاجة كومنت، وبعدين فريند ريكويستس كتير جدا، وشعور رهيب انه ايه ده. وبعدين انا لقيت وانا في الطريق صاحبي بيكلمني، خالد احنا بنتشاتم يا خالد، وهو فرحان جدا انه ده بالنسبة له احنا كده نجحنا. يعني قنوات واذاعات بتكلمني عاوزة تعمل مداخلة معايا، وكالات انباء عايزة تعمل لقاء عن البرنامج او عايزة تعمل فيتشر عن البرنامج، وناس تكلمك طب نتقابل، طب هنصور معاك. جرايد كتبت القصة بتاعت الموضوع وقصة الحلقة، وجرايد كبيرة. يعني انا ده بالنسبة لي كان دمار للمشروع. ليه دمار للمشروع؟ لانه انا وقتها ولا كان عندي الجاهزية النفسية، ان انا وقتها كنت شخص لسه عندي 20 سنة، فانا ما كنتش جاهز نفسيا، لانه انا ما كانش عندي في عيلتي، ما كانش عندي في حياتي، فما كنتش قادر اني اتعامل مع ده. بجانب انه بدأ يدخلني في حتة مش حلوة مع الاصدقاء او الزملاء اللي موجودين حواليا، بجانب انه بدأ يدخلني في حتة طب هتعمل ايه بعد كده؟ ايه الحلقة الجاية؟ اسئلة كتيرة. لو انت حطيت طفل صغير، يعني انا كنت بعتبر نفسي وقتها طفل، لو انت حطيت طفل صغير فيها او مراهق صغير فيها مش هيبقى عارف يتصرف. لو انا هنا جيت انت تسألني انت كنت تتمنى ايه، تتمنى انه البرنامج بتاعك ينجح جدا لهذه الدرجة، كنت هبقى متخيل اني اقولك انا كنت احب جدا انه الحاجة تبقى ضخمة وتلاقي يعني استحسان وحفاوة من الناس. طيب تأثير ده، هل انت بالمتانة او بالقوة النفسية الكافية ان انت تتعامل معاه؟ الإجابة كانت لأ، والإجابة انه انت بوظت او كأن حد شايلك طن دهب
ما قدرتش تشيله فوقعت بيه. انت ممكن تضيع الحاجة عشان انت مش متمكن تقنيا او فنيا، انت ممكن تضيع الحاجة عشان انت مش جاهز نفسيا. في بقى حاجة كمان، وهي انه انت تبقى مش بالقوة الكافية لما الحاجة تجيلك قبل اوانها، ان انت ما تبقاش بالقوة الكافية ان انت تدافع عنها او تدافع عن نفسك ضد الخبط. ده معناه ايه؟ معناه انت قررت ان انت عايز تبقى كاتب سيناريست، وكتبت سيناريو وانت لسه شاب صغير، ورحت ولا تعرف اي حد خالص، ولا ليك حد قريبك ولا ليك حد صاحبك ولا اي حاجة، وكتبت سيناريو جميل جدا وانت انسان متزن نفسيا وكل حاجة، وجيت وريته للمنتج وانت مسجله وهو وافق يا سيدي ان احنا هننتجهولك، وجي المخرج وجي البطل وجي المنتج وجيت حضرتك قعدتوا على الترابيزة. تصورك ان انت الى اي مدى شخص قوي انك تقعد على الترابيزة تدافع عن فكرتك، ترشح الممثلين اللي انت شايفهم مناسبين، تحافظ على القصة بتاعتك او السيناريو بتاعك. انا عايز اقولك ان انت هتبقى اضعف واحد في القعدة دي، ومش هتبقى قادر انك تدافع عن نفسك. ودي مش حاجة تعيبك، دي انت بتكتسبها بالخبرة وبثقل اسمك. وانا يمكن انا شخصيا في حاجات عندي، يعني انا في فيلم انا بحبه جدا وانا كاتبه وشايله عندي في الدرج، ولا خليت حد يقراه ولا عرضته على حد. والسبب ورا ده ان انا قعدت قعدات مع منتجين دراما في شغل انا ما كنتش فيه سيناريست، وببقى قاعد لا الاقي انه انا الناس دي، تلاقي منتج مهم وشخص مسؤول من بلاتفورم شاب صغير بيزعق فيه يقول ان احنا مش هنعمل كذا. طب اذا كان هو بيزعق للمنتج هيعمل معايا انا ايه؟ فادركت من هنا انه لا، انا مش هبقى بالقوة الكافية اني حتى لو انا عندي وجهة نظر، انت هتقابل جهل كتير، هتقابل ناس مش فاهمة، هتقابل ناس بتحقق اهدافها من خلال النص بتاعك. فعدم جاهزيتك وعدم قدرتك على الدفاع عن نفسك تخليك عادي جدا تستنى انه الحاجة تجيلك في اوانها. وده مش بس في السيناريو، انت ممكن تلاقي نفسك وليكن جاتلك فرصة انك تكون مذيع، والجزء ده مبني على قصة حقيقية. يعني انا اعرف شاب صغير في العشرينيات، وبعدين احنا كنا قاعدين في اماكن، يعني بنقعد في اماكن مع بعض، والشخص ده كان ليه اراء سياسية معينة، اراء يعني اعتراضات وحاجات زي كده، وتمام، وانا كل واحد حر في رايه. تمر الايام، وانا عامه هو ما كانش صديق، يعني احنا بس كان في علاقات عمل كده بتجمعنا فبنشتغل مع بعض. تمر الايام والاقي في حدث ما بين قوسين حدث وطني سياسي بيحصل في التلفزيون، والولد ده قاعد من ضمن بيعلق في القناة يعني عن مدى عظمة هذا الحدث، ومدى حكمة وسداد قرار فلان الفلاني وحاجات زي كده. وانا عارف انه دي مش قناعاته، ولكنه هو كان اصغر من انه يقدر يقف قدام حد ذو سلطة، واضطر ان هو ينسحق تجاه الطلب ده، وما كانش بالقوة الكافية. ولو كنتوا تسمعوه او تشوفوه وهو بيعيب في الشباب اللي بيبيعوا نفسهم وبيبيعوا مبادئهم، وكان يقعد يذكر لي اسامي ناس تانية زمايلنا كانوا وقتها ربنا اراد ان هم يبقوا ليهم فرص، يعني يقعد يذكر لي قد ايه دول منافقين وقد ايه دول كذا وكذا، ويقعد يعيب ويشتم فيهم. وهو لما اتحط في نفس الموقف ما قدرش ان هو يتصرف، عمل نفس الافعال اللي هو كان بيعترض عليها. ليه؟ مش هفترض معاك سيناريو ان هو فاسد، ولكن هو مش بالقوة الكافية انه يقول لا. فدي نقطة مهمة جدا. طول ما انت مش قوي في حروب معينة مش هتقدر تدخلها، وبالتالي ما تستعجلش انه الحاجة دي تجيلك دلوقتي. طيب في نهاية الموضوع او في نهاية الحلقة ممكن حد يكون لسان حاله، طيب يا خالد دلوقتي اشمعنا في شباب صغير ممكن يكونوا اصغر مني سنا، او في ناس بتبقى قدرت ان هي تعمل حاجات انا، واشمعنا هي كانت جاهزة، اشمعنا هي كانت جاهزة فنيا، واشمعنا هي كانت جاهزة نفسيا، واشمعنا هي كانت بالقوة الكافية انها تدافع عن افكارها او تدافع عن مشروعها. بص انا دايما النقطة دي بكررها كتير سواء في حياتي او في البرنامج هنا، وده مش معناه انه انا مش بقع في ده
خالص، لا هو انا احيانا بقع فيه من غير ما اقصد، في لحظات ممكن اكون بمر باحباط، ممكن اكون متضايق، لكن دي قناعتي. وكل ما بكون في حالة وعي دايما بفوق نفسي واقول لنفسي انه المقارنة هو فعل احمق. لانه احنا لما بنبدأ نعمل مقارنة، يعني الناس اللي كانت بتدرس هندسة او اللي كان بيدرس اي حاجة علمية، كان عندنا دايما حتة الكومباريزن، او ان انت تعمل المقارنة في جدول، يعني ما بين حاجتين. تيجي مثلا تقارن ما بين النبات الفلاني والنبات الفلاني من حيث مثلا لون الزهرة، لون البذرة، شكل البذرة، العمر اللي هو بينمو فيه. انت ما ينفعش تقارن نفسك بحد وانتوا كل الفاريبلز او كل العوامل المتغيرة مختلفة ما بينك وما بينه. في انا بحب التشبيه ده جدا، انه احنا كبني ادمين عاملين زي الثمار. في ثمرة تزرعها النهاردة، بعد شهر تلاقيها طرحالك الناتج بتاعها او الثمرة او الحاجات، يعني النتيجة النهائية بتاعتها تبقى جاهزة. وفي بذرة تحطها في التربة او شتلة او اي مكان، يعني الجزء اللي انت بتزرعه يقعد معاك 2-3 ولكنها تبقى شجرة معمرة. وبالتالي الوقت اللي الشجرة المعمرة دي محتاجة ان هي تتبني وتتكون فيه، يعني اكيد هيبقى مختلف عن الوقت اللي هتاخده الشجرة الصغيرة او النبتة الصغيرة اللي مش هتاخد شهر يعني على ما تظهر. وانا مقتنع انه دايما ربنا بيجهز كل واحد للسيناريو الانسب ليه. تلاقي نفسك في حاجات كده مرت عليك، ويبقى من 8 سنين انت خدت مثلا وركشوب مع حد وما استفدتش بالكونتنت بتاعها خالص، فتلاقي نفسك بعد 8 سنين او بعد 10 سنين دول بترد بالحاجات اللي انت كنت سمعتها في الوركشوب. انت ربنا بيخلق لك المحطات الخاصة بيك عشان توصلك في نهاية الامر للحاجة اللي انت مطلوب منك تعملها. هقول لكم مثال، بما انه احنا حطينا موضوع الاستاذ مروان حامد كمثال، لانه في كتير شباب ممكن تبقى شايفة انه ازاي مروان حامد عمل فيلم عمارة يعقوبيان وهو عنده 28 سنة. دي كيس ليه؟ لانه نوعية افلام مروان حامد ممكن تكون بشكل معين، بجانب زي ما قلت لكم الظروف الخاصة بنشأته والبيئة اللي هو بدأ يكبر فيها وبدأ وعيه يتفتح فيها. طيب هل كل الناس بدأت في المرحلة السنية دي، او هل كل الناس العظيمة بدأت في المرحلة السنية دي؟ الإجابة لا. ولنا في الأستاذ تامر محسن عبرة، يعني أو نموذج يعني كويس. ليه؟ لأنه الأستاذ تامر محسن للي عارفه أو للي منتبه لأعماله كان عامل أعمال جميلة جدا، لعبة نيوتن، تحت السيطرة، هذا المساء، الطوفار، وبدون ذكر أسماء، أعمال جميلة كتيرة جدا عملها وهو في سن كبير نسبيا بالمقارنة بمروان حامد. نفس الموضوع مع الأستاذ محمد ياسين، برضو كان أكبر سنا شوية من الأستاذ مروان حامد. طيب ليه ده بدأ متأخر ونجح، وليه ده بدأ بدري ونجح؟ هي ما فيهاش ليه. قد يكون والله الأعمال بتاعت الأستاذ تامر محسن فيها رؤية فردية، رؤية ذاتية من وجهة نظره هو في الحياة ومن أفكاره، فربنا كان بيوعده إنه يكون التجربة الفردية بتاعته، وبالتالي يقدر في ضوءها الشخصيات بتاعته يبقى فيها بعد أعمق، الشخصيات بتاعته تكون حقيقية أكتر، فيها خبرة وفيها عمق أكتر، على عكس مثلا شخصيات الأستاذ مروان حامد. ممكن استاذ مروان لا، هو عمل حاجات كان حظه انه دايما معاه كتاب شاطرين جدا، معاه فريق شاطر جدا، وهو تجربته كانت قائمة على انه مدير شاطر. يعني مروان حامد مدير شاطر، مدير لأحمد المرسي، مدير لأحمد حافظ، مدير لأحمد مراد، واشتغل يعني الافلام اللي هو عملها كلها اللي ألفها مين؟ فيلم عن قصة الأستاذ أو دكتور يوسف إدريس، قصة تانية كان كاتبها علاء الأسواني وأخرجها أو ألف السيناريو بتاعها الأستاذ وحيد حامد رحمة الله عليه، قصة تالتة كان كاتبها مين؟ عباس أبو الحسن، وكانت قصة عميقة والسيناريو بتاعها يدرس. القصص اللي بعد كده أحمد مراد كاتب بيست سيلر. العناصر كلها عناصر قوية،
فما تقدرش تقول رؤية مروان حامد رؤيته الفكرية، انا بقول رؤيته الاخراجية رؤية جبارة وهي من الافضل، رؤيته الفكرية ما تقدرش تقول ان هي رؤية عميقة. مش بقول ان هي فيها عوار او ان هي فيها مشكلة، اقصد انه في ميزة تنافسية دايما بتبقى عند الاشخاص. وايه بقى متشلك امتى؟ فحد هتلاقي رؤيته الفردية ظاهرة، في حد هتلاقيه مخرج تقني شاطر جدا، في حد تاني ظروفه هتكون حطته في مشاريع بشكل معين زي بيتر ميمي أدت بيه انه فجأة نجمه يلمع ويتوهج. ما ينفعش خالص، مش منطقي ان انت تقسو على نفسك بهذا الشكل. وانا عارف ان انت ممكن تقولي اصل انا ببص على تجارب الناس وبلاقي انه الشخص ده عمل كذا والشخص ده عمل كذا. انا ما عنديش اي مشكلة خالص ان انت تبص على تجارب الناس، ولكن بص على كل التجارب دي وخليك منصف مع التجارب دي ومنصف مع نفسك، لانه انت مش هتلاقي كل الناس عملت كل حاجة بدري. في ناس وبعد الشر عن الجميع يعني، في ناس بتبدأ حياتها بدري وبتخلص بدري. يعني سيد درويش وموتسرت مثلا، دول ناس ماتوا وهم في الثلاثينات. ليه؟ والله ما تعرفش. بدأوا بنجاح جبار عابر للأجيال وعابر للقرون، قادر انه يصمد وقادر انه دايما يعاد اكتشاف فيه جوانب كتير. الناس دي بدأت بدري، طلعت شوية انتاج وبعدين توفاها الله. وفي مصر كتير امثلة عملت حاجات جميلة جدا في سن صغير وولعت وفرقعت وخلاص، يعني ضيف احمد على سبيل المثال، والقائمة تمتد. وفي حد بيبقى بيتجهز لمرحلة معينة، اللي هي دي بتاعته هو. يعني انا بالنسبة لي كان الاستاذ يحيى الفخراني طول ما هو صغير انا ما كنتش بحب اعماله بصراحة، ولا كنت بحس ان هو ليه طعم فردي. حتى كان دايما كنت بأشفق عليه كده، كنت بحس ان هو جايبين اللي هو الشخص البدين المحدود القدرات العقلية وبيظهر كده وخلاص. ده كان انطباعي يعني. لكن لما كبر ده بقى تقيل تقل. ايه ده؟ ممكن كان يحس انه هو انا ليه مش واخد نفس نجومية احمد زكي، انا ليه مش واخد نفس نجومية عادل امام، وهو كبر وبقى بعد كده النجم الاسطع في وسطهم. امثلة كتير، استاذ بيومي فؤاد، استاذ محمد رضوان، الناس دي موجودة، خدت ليه فرصتها ده؟ طب لو كانت الحاجة جات لهم قبل اوانها هل كانت ممكن تفسدهم؟ عندك امثلة كتير جدا من السوشيال ميديا وناس، يعني كان في بنت لسه من فترة قريبة عاملة مشكلة ضخمة جدا وطالعة بتكلم الناس بعجرفة، وهي في نهاية الامر انفلونسر ولا انفلونسر ولا حاجة، هي بنت عملت شوية فيديوز فاني وخدوها تمثل وتغني، فجأة بقت بتتعامل مع الناس وكأنها هند صبري. طب انتي، وبالتالي اسمحوا لي اني اوجه الرسالة دي ليا وليكم. نظرية التايم لاين دي نظرية ملهاش اي علاقة بالواقع. احنا في النهاية مسطرتنا مش واحدة. انا ممكن تبقى مسطرتي بطول معين، انت ممكن تبقى مسطرتك اطول مني بكتير جدا، ممكن انا ابقى عمري في النهاية 30 سنة 40 سنة، انت ممكن تبقى عمرك اطول مني بكتير جدا وتعمل حاجات اكثر قيمة بعد 60. يعني مثال كنت لسه ببص عليه قريب، بما انه الانتخابات يعني في امريكا بيبدأوا يتحركوا فيها، باراك اوباما خلص مدتينه في الرئاسة وهو معداش 60 سنة. جو بايدن دلوقتي لسه عاوز يدخل مدته التانية وهو في 80، تخطى 80 من عمره. انا معاك انه ممكن نكون في احيان غصب عننا بنكون مستعجلين، واحيانا غصب عننا لو احنا لسه في مرحلة سنية معينة ويجي حد يكون ربنا اراد وشاور عليه دلوقتي وخد اللقطة بتاعته او خد الحصاد بتاعه دلوقتي، ممكن الواحد غصب عنه ممكن يحس بغيرة. ده شعور طبيعي. ممكن يبدأ يتسلل للتشكك انه هل ما انا كنت انا والشخص ده مثلا مع بعض ده، هل انه ربنا كرمه واراد انه يشاور عليه دلوقتي، هل ده معناه انه هو احسن مني؟ هل ده معناه انه انا مش في حتة كويسة؟ يعني انا ما اقدرش ان انا اكون زيه. في قصة اذكرها في الختام، ودي دايما انا يعني بحب اني استشهد بيها كويس جدا في القعدات
اللي انا ممكن ابقى بتكلم فيها مع حد في موضوع مشابه. اللي يفتكر من حضراتكم سنة 2009 كان في بطولة كاس العالم للشباب بتتلعب في مصر، وكان في تغطية وقتها. كانت السلطة محبة للرياضة جدا، وكان في اهتمام واحتفاء زائد، وكنا في عصر النهضة الكروية في مصر. الشباب دي فجأة خدت سوكسي جبار، فجأة خدت تغطية إعلامية وإعلانية، واتعمل بيهم حملة كبيرة جدا لكوكاكولا. أعتقد كان علي اللي عملها. كانت حملة بعنوان لو عشان تعرفوهم روحوا شجعوهم، وكانوا وقتها عاملين إعلان لأحمد شكري وبوجي وطلعت محمد طلعت وعفروتو ما كانوش عاملين له إعلان أعتقد. وكان من ضمن المجموعة دي برضو على ما أتذكر كان أحمد حجازي، وكان في نفس الفئة السنية بتاعتهم، وكان معاهم أعتقد محمد إبراهيم. لعيب محمد إبراهيم ده كان لعيب ممتاز جدا، كان جميل جدا وكان رائع. مين كان في نفس الفئة السنية بتاعتهم بالتقريب؟ كان محمد صلاح وقتها كان في لقاء انا مش قادر الاقيه مرة تانية، كان بيتكلم انه اتضايق انه ما تمش استدعائه في الموضوع ده او في البطولة دي. وبالمناسبة هو بعدها بسنتين استدعي في كاس العالم اللي هو كان في 2011، كان برضو كاس العالم للشباب في 2011. وسبحان الله تيجي تبص هم وقتها كانوا النجوم، وكان محمد صلاح لما بيضيع كورة كان بيتم الهجوم عليه، وان انت اضعف لعيب وسطنا، وان انت مش حلو، وان انت. دلوقتي هم فين؟ هل الشهرة والسوكسي اللي هم خدوه ده كان في مصلحتهم؟ الإجابة لأ خالص، وده ضرهم ضرر رهيب، وخلاهم كلهم ياخدوا مسارات تانية غير الكورة. فدي من القصص اللي أنا بحب أعتبر منها كويس جدا. كل شيء بأوانه، كل شيء لما يتقطف في وقته او لما يطلع في وقته بيبقى في افضل صور، وبيبقى ساعتها انت بالقوة الكافية انك تدافع عنه، بالقوة الكافية ذهنيا ان انت ونفسيا انك تحافظ عليه وتقدر تستفيد منه. وبالتالي ممكن نختتم الجزء ده بجزء من اغنية او كوبليه اللي هو في تتر السيدة الاولى لغادة عبد الرازق بصوت أصالة، اللي هو كل شيء بأوان والنهاردة أوان. وهذا ما تيسر لنا قوله. أتمنى انه موضوع الحلقة يبقى عجب حضراتكم، أتمنى انه الحلقة كانت تبقى مفيدة، ولو عجبتكم ياريت تدعمونا بالحاجات اللي انتوا عارفينها كويس، تعملوا لايك للحلقة، تعملوا شير، تعملوا سبسكرايب او فولو او متابعة او اي مكان على المنصة اللي حضراتكم بتسمعونا منها، وتجيت نوتيفيكيشنز عشان او يعني تفعلوا الجرس او تفعلوا زرار التنبيهات او الاشعارات بحيث انه الحاجة تجيلكم اول ما تنزل. وتنتظرونا ان شاء الله الحد الجاي وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. السلام عليكم.